تعرف شكون راك تعصي انت؟ راك فاهم معاه من راك تتعامل؟ تعرف شكون هذا اللي راك تعصي فيه ولا ما تعرفوش؟ تعرف بلي انه كل معصيه راك تعصيها انما هي بنعمه من الله عز وجل. روح سب الان، سب ربي، تشوف سب ربي، راح تسبه بلسانك. اللسان هذا اللي راهو نعمه من نعم الله. كاين ناس ما يهدروش، كاين ناس صم بكم مساكن الله غالب، خلق هكذاك ما يهدرش، وانت راك بنعمه الكلام تسب في ربي عز وجل، ولا تقول في كلام فاحش، ولا تعاكس في بنت الناس، ولا اي حاجه. هذا كله بماذا؟ بلسانك. ولا تشهد شهاده الزور، وقل مثل ذلك قائمه طويله من آفات اللسان التي تعتبر تقريبا كلها من الكبائر. هذه كلها بلسان، نعمة اللسان. العين، البصر تاعك اللي راك تعصي به الله راهو نعمة من الله. دير في بالك ما تقدرش، مستحيل أنك تقدر تعصي نعمة، تقدر تعصي ربي بغير نعمته سبحانه وتعالى. تعرف مع من راك تتعامل أنت؟ تعرف مع من شكون راك تعصيه؟ شكون هو هذا اللي تعصي فيه؟ هو القاهر فوق عباده، هو الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. هذا هو اللي رانا نعصيو فيه، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا هو اللي رانا نعصيو فيه، الذي يحيينا ويميتنا ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وهو الذي سبحانه وتعالى يطعمنا ويسقينا، وإذا مرضنا فهو يشفينا. هذا هو الله، هذا هو اللي نعصيه فيه احنا. لما تعلق قلبك بربي عز وجل تستحي منه انك تروح تدخل في طريق الغوايه وتولي انسان منحرف، وتولي عندك الافات هذه اللي رانا نشوفوا فيها اليوم في الاحياء، تولي انت انسان بطل من ابطالها، بطوله الافات كما نقول. ولهذا اخواني الكرام، الله عز وجل اذا تعلق قلبك به تستقيم السلوكيات نتاعك، تولي انسان عندك قناعه، عندك قناعة بالطريق التي تسير فيها، عندك طمأنينة، ولأنك أنت إنسان تعرف الله وراك متعلق بالله عز وجل، وعندك طمأنينة في الحياة، وعندك سكينة. لماذا تبحث أنت على مخدرات باش تعاود تريقلي عقلك؟ لأنك ماكش مريقلي، ماكش معلق بالله سبحانه وتعالى. أما الإنسان اللي راهو الآن اليوم عنده عقيدته سليمة مع الله عز وجل، راهو مرتاح، عنده تعلق بالله عز وجل بأنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، وأنه كل شيء مقدر من عند مولانا سبحانه وتعالى. لماذا إذن المخدرات؟ لماذا نبحث عن المهلوسات، مهدئات؟ لماذا نبحث عن هذه الأشياء هذه؟ لماذا نبحث ونحن نعيش في طمأنينة وسكينة؟ يعني نعمة من الله عز وجل. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.